علوم الصف الخامس ابتدائي صفحة 29. الفكرة الرئيسية. أولاً، كيف تتكاثر النباتات اللازهرية؟ الجواب: بواسطة الأبواق. ثانياً، ما الذي يحمي الأبواق من الحرارة العالية وقلة الماء؟ الجواب: كيس الأبواق. كيس الأبواق. ثالثاً، بماذا تتكاثر النباتات اللازهرية؟ الجواب: بواسطة الأبواق. مهارة القراءة. رابعاً، ما أوجه التشابه والاختلاف بين الحزازيات والسرخسيات؟ عندي هنا الجواب رقم 4. الاختلاف: الحزازيات أولاً لها أشباه جذور، أشباه سيقان، وأشباه أوراق. ثانياً، كيس الأبواق محمول على سيقان صغيرة. عندنا هنا اختلاف السرخسيات: أولاً كبيرة الحجم، لها جذور وسيقان وأوراق بسيطة. ثانياً، كيس الأبواق موجود على السطح السفلي للأوراق. التشابه ما بين السرخسيات والحزازيات: لا تنتج أزهار ولا بذور، تتكاثر بالأبواق وتعيش في الأماكن الرطبة الظليلة. المفاهيم الأساسية. اختر الأجوبة الصحيحة. رقم 5. تتميز السرخسيات بأن الجواب: ليس لها أزهار. تتميز السرخسيات بأن ليس لها أزهار. هذا الجواب. عندنا سادساً، تعيش الحزازيات قريبة من الأرض في الأماكن الرطبة الظليلة. هذا الجواب. تعيش الحزازيات قريبة من الأرض في الأماكن الرطبة الظليلة. سابعاً، ما دور الرياح في الانتشار الواسع للنباتات اللازهرية؟ الجواب: تنتشر الأبواق عن طريق الرياح بعد أن تنطلق من كيس الأبواق. عند توفر الظروف الملائمة تنمو لتكون نباتات لازهرية جديدة.